السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وفاء بسمه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد على القناه، بقاو معنا حتى نهايه الفيديو، فرجه ممتعه للجميع. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا 300 غرام ديال الطحين، عندي واحد الساشيه الخماره من 7 غرام، جوج بيضات، شويه ديال الفاني، عندي 100 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي قبيصه ديال الملح، وعندي نص كاس ديال السكر ما يعادل 100 غرام. غادي ناخذوا واحد البول اللي غادي نخدموا فيه، غادي نديروا فيه ديك السكر وديك القبيصه ديال الملحه والخماره وديك نص كاس ديال السكر. كما قلت لكم غادي ندير شويه ديال الفاني، الا كان بودر يكون احسن، الا انا ما كانش عندي اكتفيت غير بهذا السائل. وغادي نديروا ديك 100 غرام ديال الزبده مذوبه. هنا ما كنجمعوش الخليط ما كندلكوش، كنجمعوه غير هكا بالرؤوس الاصابع وكنبسبسوه بحال اللي كنبسبسوه هكا سميده هكا الحرشه. صافي هنا غادي نديروا جوج بيضات، حنا غادي نديروا جوج بيضات، غادي نديروا الاولى ونجمعوا. الا تجمع لنا الخليط يعني راه صافي بيضه كتكون كافيه. الا شفنا الخليط ديالنا مازال ما تجمعش لينا، غادي نزيدوا ديك البيضه الثانيه مع البيض شويه راه صغير، يعني هز ليا جوج بيضات. هنا من بعد ما جمعت العجينه، يعني هنا غير جمعت العجينه، ما دلكتها ما والو، غير جمعتها ولميتها هنايا ودرتها في هنايا في البلاستيك، وغادي نخليها للثلاجه، ندخلوها للثلاجه ترتاح واحد نص ساعه. يعني ضروري هاد العمليه نديروها، نخشيوها، يعني نديروا العجينه ديالنا ونخشيوها في الثلاجه ونخليوها حتى تشد راسها، وندوزو نحضروا الكريمه نحتاجو نص لتر ديال الحليب، عندي 30 غرام ديال الطحين، عندي معلقه 20 غرام ديال النشا، بيضه، قشور ديال الحامضه، 4 كاس ديال الحامض يعني حامضه معصره، وعندي 100 غرام السكر، وعندي لاغوم ديال الحامض. هذاك لاغوم اختياري، يعني اللي بغى يديروا اللي ما بغاش ما عندوش متوفر ماشي مشكل. عندي هنا 30 غرام ديال الطحين و20 غرام ديال المايزينا، يعني 30 غرام عندي معلقه ونص، و20 غرام يعني معلقه عامره ديال كريم باتيسري. الا ما كاينش كريم باتيسري نديروا النشا، يعني نعوضوها بمايزينا النشا. غادي ناخذوا واحد الكاسرونه، غادي نديروا فيها نص لتر ديال الحليب وقشور الحامض ونص ديال ديك 100 غرام ديال السكر. انايا نسيت ما درتوش، يعني حتى درتو فوق العافيه، عاد ضفت نص كاس، ونصف الكاس الاخر غادي نخليوه جانبا. غادي ندوزو باش نحضروا نكملوا التحضير. غادي نطرب ديك البيضه وغادي نخلي منها غير واحد شويه باش ندهن الوجه ديال الطرط ديالي. غادي نضيفوا كما لاحظتوا انا ضفت ديك نص كميه ديال السكر، يعني النص الاول درتو مع الحليب، والنص ضفتو هنايا مع هذا الخليط هذا. كندير ديك السكر والبيض وندير كاع جميع المكونات اللي تبقاو لي ما عدا الحليب والقشور الحامض اللي كنت يعني درتهم في الاول فوق النار. يعني نديروا الحليب حتى غادي يغلى لينا، يعني فيض. هنا غادي نشد ديك المكونات اللي ذكرت معكم، يعني مايزينا والكريم باتيسري والسكر والحامض وديك البيضه والفاني، وغادي عفوا ما كايناش الفاني، لاغوم ديال الحامض. صافي هنا بعد ما غلى ليا الحليب ديالي غادي نشد واحد الصفايه وغادي نصفيه وانا كنحرك غير بشويه وكنكب بشويه باش ما يطيبش ليا البيض ديالي. صافي هنا ملي كنبقى نحركو هنا غير بشويه بشويه، هذيك علاش كنصفيوه ديك القشور الحامض باش كيتصفى لينا الخليط في خاطره، يعني كيتصفى وما كيبقاو لينا حتى شي حاجه في داك الخليط كيولي صافي. غادي ناخذوا ديك الكاسرونه اللي كنا نيت فيضنا فيها الحليب، كنرجعوا فيها الخليط ديالنا كامل بعد ما خلطنا المكونات كاملين، وغادي نديروهم فوق النار وغادي نبقاو نحركوا باستمرار، يعني ما نوقفوش على التحريك باش ما يتحرقش لينا ديك الكريم باتيسري والدقيق اللي في الكريمه ديالنا باش ما يتحرقش لينا. يعني العافيه تكون غير متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده. صافي كنبقاو نستمروا، يعني كما كتلاحظوا ما كنوقفوش على ريحه التحريك حتى كيبقى يدير لنا بحال هاد الفقاعات كما لاحظتوا معايا. صافي كيعقد ليا، كيكون هنا عندي الخليط ديالي، صافي الكريمه ديالي هنا كتكون عندي واجده. صافي هنا كنطفي عليها النار وكني نحطها فوق سطح العمل، وغادي نزيد عليها ديك شويه ديال لاغوم. كنت قلت لكم الفاني ولكن غير تغلط ليا مع الفاني، يعني كنديروا ديك لاغوم ديال الحامض كيزيد يعزز لها الذوق وكيعطيها حتى في نفس الوقت اللون. صافي هنا غادي نبقى نخلطو، هو هكا كيكون مازال شويه سخون، يعني مع التحرك راه كيدفى شويه. هنا غادي نديرو ديريكت هنا في جيب الحلواني، يعني اللي ما بغاش يدير هذه العمليه في الاول صافي يديروا في الكاسرونه ويدير بلاستيكه على الوجه ديال الكريم باتيسري باش ما ديرش القشره، يعني باش هذيك الكريمه ما ديرنيش لنا القشره. انا درتو هنايا يعني درتو هكا نيشان في جيب الحلواني وخليته حتى غادي ملي غادي نحتاجو غادي يكون دفى ليا، وفي نفس الوقت غادي يكون يعني شاد راسو.
غادي ندوزو للعجينه ديالنا بعد ما جبدناها من الثلاجه. درت عليها هكا نص ساعه ودوزنا عفوا وحضرنا الكريمه ديالنا وحطيناها جانبا. غادي نشدو العجينه ديالنا وغادي نبقاو نطلقوها هكا، نديروها على شكل هكا مستطيل، تكون هكا شويه طويله، ونديرو هكا كاغيط على كاغيط. حنا كنطلقوها هكا غير بشويه، كنستعنوا هكا العجينه ديالنا غير بشويه حتى نحصلوا على يعني الرقل اللي بغينا حنا. ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، يعني واحد هكا تقريبا 1 سنتيم، باش ملي نديروها في المول ودخلوها الفران يعني باش طيب لينا بسرعه، ما تجيناش العجينه ديالنا غليظه. غادي ناخذ انا هذا المول هذا مستطيل كما كتلاحظوا معايا، ولا تاخذوا نتوما المول المدور يعني اللي عندكم موجود في الدار. يعني اما كيكون هذا المستطيل ولا مدور، يعني اللي كيكون كيتحل اولا اللي ما كيتحلش حتى هو راه كيقضي الغرض. صافي هنا غادي نشدو، غادي نقلب هذيك العجينه ديالي اللي قطعت، يعني ملي درت المول خليت واحد شويه زايد على حساب الجناب ديال المول باش يجيوني عاليين، يعني مع الحاشيه باش يجيني عالي. صافي هنايا غادي نحيد الكاغيط العجينه من الكاغيط، وغادي نديرها في ديك المول وغادي نقاددها، يعني ونشوف البلايص اللي ما وصلهمش العجينه كنحيد ديك العجينه وكنلصقها عادي، يعني راها كتلصق بسهوله، يعني ما تقولوش راها ما يعني بقات خاويه ولا. صافي كنحيدو غير شويه ديال العجينه من هذيك الجناب هذيك اللي كتكون عندي زايده، صافي وكنكملها بالجناب. هي راه ملي كطيب يعني راه كتجمع العجينه. صافي غادي نحيد هذيك الجوانب اللي عندي كاملين وغادي نقاددها كامله حتى نحصل على واحد الشكل يعني يكون يعني في المول مقادد. هنا غادي نتقب العجينه ديالي هكا بالشوكه، يعني بالفرشيطه غادي نتقبها ونخليها نحطها حدايا، وغادي ندوز باش نعمرها بالكريمه. يعني ديك الكريمه اللي كنت درت كما قلت لكم اللي كنت درت في المول. هنا الكريمه خليت غير واحد شويه حيدته منها، درته في واحد جيب حلواني واحد اخر، هذاك خليته غير واحد ثمن شي 2 معالق هكا ولا 3، خليتهم غير على حساب التزيين، يعني تزين من الوجه ديالها من الفوق. صافي هنا غادي نعمر المول ديالي كما كتلاحظوا معايا، غادي نعمرو كامل بالكريمه. راه كتبقى ليا تقريبا 1 سنتيم كيبقى ليا ما بين الكريمه والعجينه الفوق، كيبقى تقريبا 1 سنتيم. هذيك السنتيم غنخليوه باش منين نطلقوا العجينه الثانيه نغطيوها، يعني تصيب العجينه ديالنا فين تلصق لينا. هنا غادي نقادد السطح ديالها الوجه ديالها، غادي نقادو الكريمه باش تجيني مقاده. غادي ندوز لديك العجينه اللي كانت بقات ليا، غادي نشدها حتى هي بين الكاغيط والكاغيط، وغادي نطلقها على الطول ديال المول اللي خدمنا عليه، يعني نديوها على شكل يعني هكا مستطيل، يعني الطول ديالها يكون هكا مستطيل. صافي غادي نطلقها هكا يعني مزيان، يعني على الشكل انا اللي بغيت، وغادي نعبر المول ديالي عليها، كنعبر القياس باش ملي نقلب العجينه ديالي على المول من الفوق يعني يجيني هو هذاك، يجيني القياس ديال العجينه مع المول هو هذاك. كما لاحظتوا معايا انا من بعد ما قادتها يعني وعبرت عليها المول وشفت العبر ديالها هو هذاك. صافي هنا غادي نقلبها يعني غير بشويه. هنا قلبتها يعني بالمقلوب، كان خصني نشد بحال هكا الكاغيط ونشدها ونحطها على المول باش تغطيها كامله، ما بغيتش تجيني جهه طالعه وجهه هواده. صافي هنايا غادي نبقى نبرك على ديك العجينه ديالي كما كتلاحظوا من الجناب بحال اللي كتثبت مع اختها العجينه اللي لتحت كتثبت، وفي نفس الوقت صافي كنبرك عليها باش كنحيد هذاك شويه ديال العجينه اللي كتكون زايده ليا. هنا كل ما كنبرك انا كنبرك شويه مع الجناب، ديك العجينه كتلصق مع اختها، يعني باش الكريمه ديالنا اللي لداخل يعني اللي لداخل ما تخرج، يعني تبقى الكريمه لداخل. الا خرجت لينا الكريمه يعني غادي تخسر لينا المنظر ديال الطرطاء ديالنا. هنا غادي نشد واحد الفرشيطه، وضروري هنا غادي نتقب عاوتاني من الوجه الفوق باش كنخليو النفس يعني الهواء ديال النفس ديال العجينه من تهوى لينا باش طيب لينا حتى من الداخل. هذيك شويه ديال داك البيض اللي كنت خليت زدت عليه واحد شويه ديال الحليب، يعني غير واحد الكميه قليله ديال البيض ديك اللي خليته، حيت حنا عندنا غرض غير ندهنوا لها غير الوجه باش يثبت لينا ديك اللوز ايفيلي وديك الكريمه تثبت لينا مزيان. صافي هنا غادي نشدها وغادي ندهنها كمزيان. في هذه الوقيته هذه كنكون انا نديت الفران ديالي سخون ليا مزيان، يعني الفران يكون ساخن مزيان باش منين ندخلوا الحلوه ديالنا غادي نقصوا له العافيه مهيله. هنا غادي نشد هذيك الكريمه ديك الشويه اللي قلت لك خليت شويه هنايا في ديك الجيب الحلواني، وكنبقى ندير هنا واحد الخطيطات هكا، نديرهم شويه هكا عراضين باش ملي يطيب ليا يعني يجيو باينين، تجي هذيك الخطوطه ديال الكريمه يجوني باينين. هنا درت ديك شويه ديال اللوز ايفيلي في ديك الجناب كما لاحظتوا ديك خاويين مع مدهونين بالبيض، يعني راهم كيتثبتوا كيلصقوا. كيبقى لي واحد شويه كنديروا عليهم من الفوق كما لاحظتوا معايا. من بعد ما خرجها من الفران كما قلت لكم الفران كيكون كما راها طايبه من التحت، راه باقا شويه سخونه، داكشي علاش ما قدرتش نهزها كامله، كتجي محمره من الداخل ومن برا وكتجي زوينه ورائعه.
على قلت لكم اللي تدخلوها الفران يعني نقصوا الفران قليل وخليوها طيب على خاطرها حتى كتشموا الريحه ديال تشموا هذيك الريحه ديال ريحه الكريمه مع الريحه ديال العجينه. كتمشيو تطلعوا عليها وكتشوفوها ملي كتشوفوها طابت من التحت كتهبطوها لتحت تحمروها عاوتاني شويه باش يتحمر ليها هذيك اللوز ايفيلي. هانتوما كما كتشوفوا المنظر ديالها كيجي زوين وكتجي محمره من الداخل ومن برا ما كتجينا معجنه لا والو. هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف يعني واحد المورسو هكا باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. صراحه راه كتجي زوينه يعني ما نحتاجش نشكرها لكم. هانتوما غادي تشوفوها وتردوا عليا الخبر كي كتجي هذيك الكريمه من الداخل ما كتخرج ما والو وكتجي فتيه وكتجي ديك العجينه ديالها هشيشه. هانتوما كلاحظوا معايا كي كتجي رائعه هاد لي طارت. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ووصلوا لهذا الفيديو العديد من اللايكات فضلا وليس امرا. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه وشكرا لكم.